هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بلا بزين ديال فيديو جديده. رحبوا لي بفريدي، توحشتكم بزاف، توحشت نصور، توحشت الاستوديو ديالي. هاد الايام انا عاطيها غير الطريري. دابا يلاه جلست باش نصور لكم، غنصور بزاف ديال الفيديوهات لانني كنت موجداهم عندي ناضين، خاصهم غير يتصوروا يتمونطاو. نتوما كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع القرايه؟ كي دايرين مع الخدمه؟ شكون اللي نجح في شي امتحان؟ شكون اللي لقى شي خدمه جديده الاحلام ديالو؟ شكون اللي شرا شي دار كان كيحلم بها؟ شكون اللي شرا شي طوموبيل واعره؟ كيعجبني بزاف نسمع شي واحد حقق شي حلم اولا دار شي انجاز في حياته. الله يسهل عليكم يا ربي. اللي كيتمنى شي حاجه فيها الخير الله يحققها لي يا ربي. دعيوه من القلب. انا الحمد لله لاباس، واخا انا لا اتعايش جيدا مع البرد صراحه. فاش كيكون الجو بارد كيأثر لي على المونار ديالي، غير كتبان لي الشميشه صافي الحياه. صراحه نشوفوا تجيني كوبكاري فنه. اليوم عندنا واحد الكيس اللي ما عمري ما درت بحالها في هذه القناه ديالي. ما يمكنش هذا الشيء اللي وقع في هذا الكيس يدخل لكم لعقلكم. قبل ما نبدا الفيديو نفكركم في السبونسور ديالي المفضل والوحيد تاب ساند. رمضان على الابواب دابا، فراكم عارفين القضيه في رمضان كتكون شي شويه غاليه في المغرب. صراحه انا هذا العام غادي نمشي للمغرب في رمضان، ما شهيتكم واخا يلاه كنت في المغرب هذا الشهر هذا، ولكن غادي نرجع عاوتاني في رمضان. كيعجبوني بزاف الاجواء ديال رمضان ما يمكنش. فبالنسبه للناس اللي كيقدروا يعاونوا عائلتهم في المغرب ما تنساوش شي دفيعه خفيفه في رمضان، والله يجعلها لكم صدقه مقبوله. كيف ما كنقول لكم دائما احسن ابليكاسيون تقدروا تستعملوها هي تاب ساند، حيت لي طو ديالهم ديال الصرف كيكونوا زوينين. الا عجبكم الصرف كتقدروا تبلوكيوه حتى من بعد شي ايام عاد تصيفطوا. الفلوس كيقدروا يوصلوا ديك الساعه فوا فكاش وكاش بلوس، ولا كتقدروا تكتبوا الريب وتصيفطوهم في البنكه نيشان لشي واحد. بطبيعه الحال ابليكاسيون اللي موثوقه 100% وسهله في الاستعمال. عرفتوا ما يمكنش تخيلوا شحال ديال الناس ولاو كيستعملوا تاب ساند وكيثيقوا فيا. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم. راه ما تقدروش تخيلوا شحال كيجيوني ديال لي كولاب، ولكن انا صعيب بزاف نجي ونشارك معكم شي حاجه اللي فيها شويه ديال الريسك بالنسبه لكم. عندي السمعه ديالي ووجهي والعلاقه ديالي معكم احسن من الفلوس ديال الدنيا كامله. فدابا هذا راه العام الثالث اللي كنخدم مع تاب ساند، وهذا الشيء دليل لان هاد لابليكاسيون هذه كتعجبني بزاف وكنثق فيها. الا كنتوا اول مره غتصيفطوا الفلوس استعملوا كود S5. الكود راه ما كربح منه حتى شي حاجه، غير هما كيقدروا يعرفوا بانكم جيتوا من الطرف ديالي. ونعاود نقول لكم الله يجعلها لكم صدقه مقبوله. وصافي هادشي اللي كاين. ندوزو للكيس ديالنا لانها كيس ديال التسطيه. فبلا ما نزيد نطول عليكم فيديو بزين، الا كنتو ريدي ليتس جو. 5 أوت 2013 سيدني أستراليا. بنت عندها 20 عام سميتها ريني مارستن قتلت راسها. لاحت راسها من واحد المنحدر بسبب ان الحبيب ديالها اللي دوزت معاه 18 شهر سمح فيها. كانت صدمه كبيره بالنسبه لوالديها تيريزا ومارك، ولكن بعد الموت ديالها غادي نكتشفوا بان حياه ريني كانت كلها كذبه. هذاك النهار اللي قتلت راسها فيه داز بحال اي نهار. ريني مشات للخدمه، رجعت تقريبا مع جوجونس ديال العشيه، لقات ماماها في الدار. ماماها مع شافتها حسات بان وجهها مبدل، حسات بان بنتها معصبه شي حاجه. شافت فيها وقالت لها واش كلشي مزيان؟ ريني قالت لها ام فاين، زعما انا مزيانه، وطلعت في الدروج باش تمشي لبيتها. شي 5 ديال الدقائق من بعد الحبيب ديال ريني غادي يصيفط لمامات ريني ميساج، قال لها سيري قابلي بنتك راه كتهدد انها تقتل راسها. فبطبيعه الحال الام خافت، غادي تمشي كتجري، طلعت عند بنتها الفوق، جلست حداها في البيت ديالها، وهي تقول لها شوفي هذا شنو مصيفط ليا، علاش كيقول لي هذا الشيء؟ قالت لها ماما درا مكلخ. وهي تقول لها امها ولكن ما يمكنش، علاش صيفط لي هذا الميساج؟ قالت لها من اليوم ما غاديش يبقى في حياتي، انا شفت وجهه الحقيقي وصافي انا وياه سالينا. العلاقه ديال برايدن وريني شويه غريبه لانهم عمرهم ما تلاقاو في الحياه الحقيقيه. وسمعوا مزيان علاش، لان برايدن في الحبس مسجون بسبب القتل الغير عمد. انا اكتشفوا عليه حوايج اخرين من بعد، ولكن واخا هو في الحبس معيش ريني في واحد الدوامه عاطفيه. شي مرات كتكون فرحانه بزاف، شي مرات كتكون حزينه، شي مرات كتكون معصبه، كيأثر عليها لواحد الدرجه ما يمكنش. المهم ماما ريني غتخرج من البيت ديالها، ولكن واخا هكا قلبها بقى دارها. هذاك الميساج اللي صيفط لها برايدن اثر عليها بزاف، قدرت تتقبل داكشي اللي قال لها على بنتها. فمشات بدلت الساعه بخرى، ولكن شويه عاوتاني رجعت عند ريني باش تشوف واش كلشي مزيان. لقاتها كتبدل حوايجها كتقاد راسها. قالت لها شنو كديري؟ قالت لها راه كنقاد المكياج ديالي. وبدات كتجمع شعرها، وهي تقول لها ماما خلي شعرك مطلوق، شعرك زوين بزاف، كيجيك زوين فاش كتطلقيه. وهي تقول لها لا ما بغيتش نطلقو، راه غنخرج غير مع الناس اللي كيخدموا معايا وداك الشيء، زعما ماشي شي حاجه مهمه. قالت لها واش غادي تعطل؟ قالت لها ريني لا، ريني اصلا كان معروف عليها انها ما كتعطلش، الا تعطلات طارت كاع 9 ونص كتكون في الدار. المهم ماماها بنت لها بانها شويه ولات مزيانه وداك الشيء، كتضحك وكل شيء، ولكن الحاجه اللي ما كانتش عارفه ماماها ان ريني ما كانش كتوجد راسها باش تخرج مع صحابها، كانت كتوجد راسها باش تمشي لواحد البلاصه سميتها دكاب في سيدني. هي اكثر بلاصه كينتحروا فيها الناس، كيكون على الاقل 50 انتحار كل عام. الا
ناقص منا 50 ل 12 شهر، يعني تقريبا كل شهر كيكونوا 4. راه بزاف، ما يمكنش. الكاب هي هادي، واحد الحجره عاليه وكتهبط نيشان في البحر، وكاين بزاف ديال الحجر اللي تحت. يعني الفرصه ديال الانسان في الحياه الا تلاح من تما شبه منعدمه، الا كانت شي معجزه من عند سيدي ربي. قبل ما تلاح غتصيفط لماماها اخر ميساج، قالت لها ماما كنبغيك بزاف وكنطلب منك السماحه، انا غادي نبقى نبغيك ديما وانت هي الصديقه ديالي المفضله. من تيريزا ماماها غيوصل هذاك الميساج قلبها بغى يسكت، بحال هذاك الشيء اللي كان قال لها بريدن غيزيد يتاكد، حيت هذا ميساج ديال الوداع. فغادي تنوض ديك الساعه هزات الطوموبيل ومشات لعند واحد صاحبتها، ماشي صاحبه ريني، صاحبه الام. فاش وراتها الميساج قالت لها شوفي بنتي شنو مصيفطها ليا وهادي وهادي. صاحبتها غتقول لها شوفي خصنا دابا نعلموا البوليس ديك الساعه غادي يتحركوا، لان هادشي ما فيهش اللعب، حيت ماشي مختفيه، السيده راه مشات باش تلاح. من غادي يبداو يقلبوا ويعيطوا على الناس ويسولوا داك الشيء، غيلقاو بان ريني ما صيفطاتش ميساج غير لماماها، صيفطات 3 ديال الميساجات، واحد لماماها وواحد للصديقه ديالها المفضله اللي سميتها كاميلا، صاحبتها من هذه 5 سنين، وميساج للحبيب ديالها اولا نقدروا نقولوا الحبيب ديالها السابق بريدن. ماما ريني غتعيط لكاميلا غتقول لها واش شفتي ريني؟ قالت لها لا ما شفتهاش، ولكن راه صيفطات ليا ميساج. قالت لها تيريزا شنو كتبات لك؟ قالت لها كاميلا راه كتبات ليا بانها كتبغيني وبانها كتطلب السماحه. كاميلا تخلعات ما فهمت والو، قالت لماما ريني شنو واقع؟ قالت ليها راه ريني ما رجعتش للدار، وهي تقول لها كاميلا عرفتي شنو، انا غادي نجي عندك للدار، غادي نهزك في الطوموبيله ديالي ونمشيو نقلبوا في جميع البلايص اللي ممكن انا ريني تكون مشات ليهم. مشاو قلبوا في ماكدو، ما عرفتش صراحه علاش مشاو قلبوا في ماكدو، ولكن كاميلا شكت بان ريني تقدر تكون تما. المهم بطبيعه الحال ما كايناش. من بعد غادي يمشيو عند خت بريدن، ولكن فاش وصلوا ما هبطوش عندها لان ما بانش لهم الطوموبيله ديال ريني تما، واخت بريدن كتسكن شويه بعيد، يعني مستحيل ريني تكون مشات بلا طوموبيل. كاميلا غتقول لها بان اصلا كتظن بان خت بريدن ما بقاتش ساكنه تما، يعني تحولات. وهاد البلايص كامل اللي كانوا كيقلبوا فيهم بدون جدوى بطبيعه الحال، لان ريني حنا عارفينها فين كاينه، وحتى البوليس غيعرفوها فين كاينه. غادي يتبعوا التليفون ديالها حتى غيشوفوا بان اخر بلاصه كان فيها، يعني اخر بلاصه طفى فيها هي ذا كاب. ولان كيف ما قلت لكم ديك البلاصه معروفه بالناس اللي كيقتلوا راسهم، البوليس غادي يعيطوا للعائله ديال ريني، غادي يقول لهم شنو واقع، وغيقولوا لهم توقعوا الاسوء باش ما تصدموش. بداو كيقلبوا في البحر، ما كاينش الحس ديالها، ولكن لقاو الطوموبيله ديالها مباركيه تما. فاش لقاو الطوموبيله ديالها غادي يهزوها وغيديوها معاهم للبوليس. ماماها فاش ساقت الخبر بان البوليس داو الطوموبيل بديك السرعه ما عجبهاش الحال، بقات كتقول ياك ما غير مشات تمشى شي شويه اولا تشم الهواء ترجع ما تلقاش طوموبيلتها. المهم هما داو الطوموبيل باش يفتشوها، حيت هما كانوا عارفين شنو واقع. في الطوموبيل كانت واحد الرساله ديال عيد الحب من بريدن، وكان التليفون القديم ديال ريني، ماشي هاد التليفون اللي كتستعمل حاليا، ولكن هادي يلاه شهرين باش بدلاتو. وفي الشرجم ديال الطوموبيل ريني كاتبه بصبعها بريدن اي لاف يو، يعني بريدن انا كنبغيك. والدين ريني غادي يمشيو برجليهم تما، بداو كيتمشاو كيعيطوا ليها، قلبوا التاعيه وسخفوا بالدوران. من بعد غادي يرجعوا للدار غيرتاحوا غير شويه، وعاوتاني غادي يمشيو للكاب. تخيلوا ان والديها غادي يلقاو واحد الصباط ديال بنتهم. الاب غيهز داك الصباط وغتشوف واحد البوليسيه غتجي كتجري غتاخذ ليه الصباط من يديه وغتقول لهم سيروا للدار. وبداو كتوجدوا الجنازه. كلشي عرف بان ريني ماتت، واخا الجسد ديالها ما عمره ما تلقى. عياو الفريق ديال البحث ما يقلبوا في البحر والو ما لقاوهاش. والديها كيلوموا بريدن على الموت ديالها، لان النهار اللي سمح فيها هو النهار اللي قتلت فيه راسها. بقاو كيصيفطوا ليه في الميساجات ولكن ما جاوبش. فغيدوروا حتى هي وغيرجعوا عند كاميلا البيست فريند ديال ريني، لان كاميلا كتعرف بريدن مزيان، هي ما كتعرفوش غير اونلاين، كتعرفوه في الحياه الحقيقيه، وهي اللي ماتشاتو مع ريني. كاميلا بقات كتقول لهم ما تلوموش، حتى هو راه مألم، حتى هو راه خسر الحبيبه ديالو. وهي تقول لها موت ريني كيفاش عرفتيه راه مألم؟ حنا عينا ما نصيفطوا ليه في الميساجات ما كيجاوبش، واش انت جاوبك؟ قالت لها راه عيط لي في التليفون وقال لي بانه مألم بزاف، بانه ما بغاش يجاوبكم لان كلشي كيلوم. وهي تقول لها تيريزا اوكي الا ما بغاش يهضر معانا غير يهضر مع البوليس، انا عطيتهم النمره ديالو. وديك الساعه كامله تعصبات بقات كتقول لها علاش عطيتيهم النمره ديالو؟ سيري انولي قولي لهم ما يقلبوش عليه، قولي لهم ما يعيطوش ليه. تيريزا بقات مصدومه كتقول علاش زعما هما بغاو يهضروا معاه باش يسولوه شنو قال البنت حتى مشات قتلت راسها. قبل ما نهضر لكم بالتفاصيل على العلاقه ديال ريني مع بريدن غادي نرجعوا شي شويه باللور، نرجعوا للعلاقه ديالها السابقه اللي قبل من بريدن مع واحد الولد سميتو انغوس. ريني قرات الحلاقه وكانت متدربه في واحد الصالون، وانغوس كان كيمشي لذاك الصالون فتلاقى معاها تما، ولا واخا ما كيبغيش يحسن شعرو كيمشي تما غير لان فاش كيكون عندهم شي متدرب كيخليو ليه هو الغسيل والماساج وداك الشيء. فكانت هذه واحد الطريقه باش كيقدر يدوز شي شويه ديال الوقت مع ريني. ريني كانت الشخصيه ديالها بابلي بزاف، كانت كتدخل راسها انسان اللي عندها فايب زوين، انرجي زوينه. المهم انغوس تزعت فيها زعطه خياليه، فغادي يقول لها هل تريدين ان تكونين حبيبتي؟ وهي غتقول ليه نعم. بداو العلاقه ديالهم كيخرجوا كيدخلوا ولاو كيبلانيو المستقبل ديالهم مع بعضياتهم، حيت كانوا متاكدين انهم غيبقاو مع بداو كيقولوا بانهم باغيين يولدوا 4 ديال الوليدات، بانهم باغيين يربيو كليب لابرادور. انغوس قال بلي ان داك الوقت اللي عاش فيه العلاقه ديالو مع ريني كانوا اجمل سنين في حياته.
معاه سنين لان كانت علاقه طويله. كاميلا الصديقه ديال ريني ما كانش عندها مع انغس، ديما كتبقى تقول ريني كون غير سمحتي فيه، كون غير خليتيه تستاهلي احسن. انغس ديما كان كيتسائل علاش كاميلا ما عندهاش معاه، علاش شي انسان غادي تبغي تدمر علاقه اللي زوينه، علاقه اللي هيلثي يعني صحيه. وفعلا دوك الافكار ديال كاميلا بقاو كيدخلوا ريني لراسها حتى قررت انها تفارق مع انغس. فاش قالتها لوالديها تصدموا لان كان عزيز عليهم انغس بزاف، انسان محترم كيبغي بنتهم بزاف. حتى جات واحد النهار كتبكي للدار وفاش سولتها ماماها قالت ليها راني تفارقت معاه. من ريني غتفارق مع انغس كاميلا غتقول لها انا عندي لك واحد الماتش بيرفكت، انت وياه الشخصيات ديالكم غيجيو مع وهنا فين غتعرفها على بريدن. بدات كتهضر مع بريدن، عجبتها الشخصيه ديالو وكلشي، وغتقولها لوالديها غتقول لهم راني تعرفت على شي واحد، راه يلاه كنهضروا. قلت لها ماما شكون هو هذا الولد، فين تعرفتي عليه وهادي غتقول لها ماما راه سميتو بريدن عنده 24 عام. قلت لها ماما زعما انت يلاه خرجتي من علاقه اللي طويله، خلي راسك بدا ارتاحي شي شويه، ديها شي شويه في راسك، خرجي ضحكي عاد داي علاقه اخرى. وقلت لها لا ماما ما تخافيش راه كاميلا اللي عرفتني عليه. وسمعوا مزيان، بريدن ما كانش الصديق ديال كاميلا، كان الحبيب ديالها السابق. والديها غادي يتصدموا من غتقول لهم بان راه هاد العلاقه هذه غير اونلاين، ما عمرها ما شافته، ما عمرها ما هضرت معاه في التليفون، ولكن هي غادي تشرح لهم بانه كان راكب في الموطور ودار واحد الكسيده، وصاحبه اللي كان راكب معاه في الموطور غادي يطيح في ديك الكسيده وغادي يموت، وغادي يحكموا عليه بالقتل غير عمد. وكاميلا بالتدخل ديال المحامين ديالو داكشي غادي تدبر ليه على تليفون للمحامين ديالو غيدخلوه ليه للحبس لان والديه كانوا لاباس عليهم، فكان عندهم شي تدخلات وفعلا قدروا انهم يامنوا ليه التليفون في الحبس وهو باش كيهضر مع كاميلا ريني وعائلته. والديها ما عجبهمش الحال، هادشي كامل جاهم ماشي هو هذاك، وبطبيعه الحال ما كاينش شي والدين اللي غادي يبغيو بنتهم تكون مع واحد في الحبس. يلا قالت بسم الله في الحياه، مازال كتبني مستقبلها، تصدقات مصاحبه مع واحد اللي محكوم بالقتل غير عمد. ولكن واخا هكاك هما من داك النوع ديال الاباء اللي كيشجعوا ولادهم على اي حاجه بغاوها، باغيين غير بنتهم تكون فرحانه وصافي. وفعلا مور ما تلاقات معاه كانت فرحانه. بريدن كيعرف يهضر، كيقول لريني داكشي كامل اللي باغا تسمعو، كان عارفها مزيان شنو باغا، عارف شنو هما الاهداف ديالها في الحياه، عارف بانها باغا تتزوج، باغا عائله، باغا الوليدات، وحتى هو كان باغي نفس الحاجه. ريني كانت باغا تمشي تزورو في الحبس، ولكن كاميلا شرحت ليها بان هو ما كيزورو حتى شي واحد لانه سمح في الحقوق ديال الزياره، وبالمقابل هما قدموا ليه عقوبه مخففه. وبطبيعه الحال لان داك التليفون مدخلينه ليه بطريقه غير قانونيه، فما كيقدرش يعيط او يدير لي زوجو ولا شي حاجه، كيهضر معاها غير بميساجات. واخا غير بالميساجات العلاقه ديالهم ولات قويه لدرجه ان واحد المره ماما ريني صيفطت لها ميساج في فيسبوك جاوبها هو. هنا عرفت بانه عنده المود باسات كاملين ديال بنتها، ودارت فيه قالت لي هذا الكونت ديال بنتي اش كدير انت هنايا، كون بغيت نهضر معاك غنهضر معاك نيشان. وهو بطبيعه الحال مشى قالها لريني، وريني جات قالت لماماها ماما هذاك على فكره بريدن الحبيب ديالي، الله يخليك ما تعاوديش تهضري معاه بحال هكاك. وما كانش هذه الحاجه الوحيده اللي غتوقع ما بين بريدن وماما ريني. واحد النهار انغس الاكس ديال ريني غادي يحط شي حاجه في فيسبوك، وماما ريني لانها عزيز عليها انغس بزاف خلات ليه كومونتير. شويه هو بريدن اللي صيفط لماما ريني واحد الميساج ما خلى فيها غير اللي ينساه، بقى لها كيفاش كتجرئي ديري هذا الشيء، هذاك الاكس ديال بنتك خاص يكون عندك شويه ديال الاحترام ليا، واش انا ما كاينش في الوجود. المهم بقى يقول لها شي حاجه بحال هكا. هنا تصدمات، اصلا هي ما كانتش حامله لانه في الحبس ومصاحب مع بنتها، وزادت كرهات وبقات كتقول فين هو الاحترام، كيفاش قدر هذا السيد يهضر مع مامات الحبيبه ديالو بهذه الطريقه، يعني راه ما فيش الخير. ولكن مره اخرى الام غادي تسرتها لان شافت كيفاش بنتها متعلقه فيه وخافت لا تقول شي حاجه لبنتها، وهذا الشيء هذا يبعدهم لان ريني وماماها كانوا متقاربين بزاف. فماما ريني غتقول ماشي مشكل نسرتها، المهم غير تكون بنتي فرحانه دبر راسهم. والعلاقه ديالهم بقات كماله بحال هكاك حتى النهار ريني قتلت راسها بسبابه. شهورا من بعد ما ريني تلاحت من ذا جاب، الموت ديالها بقى لغز. بقى السؤال هو علاش قتلات راسها، شنو هاد الحاجه اللي خايبه بزاف اللي وقعات وخلاتها تلاح. الجواب كاين في التليفون ديالها، ولكن التليفون ديالها داتو معاها. كيف ما قلت لكم داك التليفون اللي دات معاها يلا كتستعملوه هادي شهرين، والعلاقه ديالها مع بريدن راه 18 شهر، فضروري التليفون القديم اللي لقاو في الطوموبيل حتى هو غتكون فيه شي حاجه. المشكله ان داك التليفون البوليس ما قدروش يحلوه، فغادي يشدوه وغيرجعوه لوالدين ريني. هاد التليفون غادي يحل لغز كبير، لغز صادم وغير متوقع. خو ريني اللي عنده 13 عام عنده واحد صاحبه كيدار في الانفورماتيك، قال لهم راه انا نقدر نحل داك التليفون، نقدر نجبد لكم الميساجات كاملين، ولكن خصكم تشريو واحد لابليكاسيون دايره $100 تقريبا 1000 درهم. فقالوا لي ماشي مشكل نشريو لابليكاسيون. فعلا شراوها، ومن بعد 10 ديال الدقائق جبد ليهم الميساجات كاملين اللي كانوا في داك التليفون. يس، واللي عنده 13 عام جبد الميساجات اللي البوليس هاد الشهور ما قدروش يجبدوهم، ولا كنظن ما بغاوش يجبدوهم، ما فيهم اللي بغى يصدع راسهم مع هاد الشيء. 11,000 ميساج، نص ما بين ريني وبريدن ونص ما بين ريني وكاميلا. حرام الميساجات الالاف. من والدين ريني غيبداو يقراو دوك الميساجات
ما غيقدروش يتيقوا شنو واقع. بداو حاطين دوك الميساجات بحال البوز وكيحاولوا يفهموا القصه. بداو كيشوفوا التوقيت اللي كتهضر فيه ريني وكاميلا ما عمره ما كيكون هو نفس التوقيت اللي كتهضر فيه ريني وبريدن كيحبس كاميلا كتبدا، بريدن كيحبس كاميلا كتبدا. هنا والدين ريني غيقولوا اوكي هادو ماشي جوج ديال الناس، هذا شخص واحد. كاميلا هي بريدن وبريدن هو كاميلا. صيفطوا داكشي كامل للبوليس، قالوا لهم ما حنا فاش شاكين شنو واقع. والبوليس مي غادي يقلبوا غادي يلقاو بان الميساجات جايين من نفس لادريس اي بي، يعني من نفس العنوان. بريدن ماشي حقيقي، ما كاينش في هذه الحياه. بريدن هو شخصيه اخترعتها كاميلا باش تقلب الحياه ديال ريني كامله. كاميلا كانوا عندها جوج ديال النماري، واحد ديالها الشخصي وواحد على اساس انها بريدن. داكشي علاش التوقيت ما عمره ما كيكون نفسه. البوليس سبق ليهم شافوا بزاف ديال القضايا ديال الكاتفاش، يعني شي واحد اللي كيستعمل صور وكيبين لك شي حاجه اللي ماشي حقيقيه ولكن كيكون الاغراض ماديه، لان الانسان من كيدير كاتفاش كيبغي الفلوس. كاميلا اولا بريدن ما كان كيطلب لا فلوس لا والو، بغات غير تستحوذ على الحياه ديال ريني. فهنا ولات عندنا مشكله. السبب في ان ريني قتلت راسها ماشي هو بريدن وانما كاميلا صديقه ديالها من هذه 5 سنين. وسمعوا مزيان الصدمه اللي غيصدموا البوليس والدين ريني. قالوا ليها بان كاميلا ما خالفت حتى شي قوانين وهادشي اللي دارت ماشي جريمه، بكل بساطه لانها ما خدت حتى شي حاجه في المقابل، ما نصبتش عليها وما طلبتش منها الفلوس. كاميلا كانت كتبغي ريني حب ماشي ديال الصداقه، حب حقيقي. ولات مهووسه بها. ريني فايته قايله للكوزين ديالها ستيفاني بان واحد النهار كاميلا ما قدرتش تصبر ودفعتها بحال هكا مع الحيط وبقات كتحاول تبوسها. ريني كانت كتخاف من كاميلا لان شي مرات كاميلا كتولي عنيفه وكتولي كتخلع. ستيفاني الكوزين ديال ريني كانت كتقرا معاهم في نفس الليسي، ولكن كاميلا ما كانش كتحمل ستيفاني، كانت كدير اللي في جهدها باش انها تجبد ليها الصداع مع ريني وتبعدها عليها. ما كانتش كتبغيها تبات عندها في الدار، ما كتبغيهاش تخرج معاها، ما كتبغيهاش تسافر معاها. ريني ما كانوش كيعجبوها البنات، كانت انسانه اللي ستريت، انسانه اللي كيعجبوها الدراري اللي باغا عائله، باغا تزوج، باغا تولد. هي كانت كتعتبر كاميلا صديقه فقط، ولكن كاميلا ما كانتش كتعتبرها صديقه. كيف ما قلت لكم داك الحب ولا هوس. تخيلوا ان فاش ريني دخلت للمدرسه ديال الحلاقه حتى كاميلا بدلت القرايه ديالها ودخلت معاها للمدرسه، وفين ما كانت كتخرجوا كاميلا ما كتكونش، كتبقى تعيط لها في التليفون بحال شي هبيله. واحد النهار ريني زغبها الشيطان ومشات سافرت مع ستيفاني، وكانت الطريق من سيدنا لديك البلاصه باندي اللي كانوا غاديين ليها تقريبا 50 دقيقه. في ديك ال 50 دقيقه كاميلا عيطت ليها 16 مره، يعني تقريبا ابيل في كل 3 ديال الدقائق. كتسولها شنو كديري، فين مشيتي، شنو هذا غير باش تاكد بان حتى شي حاجه ما واقعه. عرفتوا باش تعيط لشي انسان كل 3 ديال الدقائق راه خصك تكون مزنزن. وستيفاني قالت لها ريني، قالت لها هادشي راه ماشي عادي، وهي تقول لها ريني اتس اوكي زعما كاع ما تخافي. الا في 50 دقيقه عيطت لها 16 مره، نخليكم تخيلوا شحال مره كتعيط لها في النهار. والمشكل اللي كان عندها ماشي غير مع ستيفاني، حتى مع مت ريني، لان ريني كانت قريبه بزاف لماماها، لدرجه انها دايره واحد تاتواج لماماها ودايره السميه ديال ماماها ودارتها ليها كادو في عيد الام. تخيلوا فاش دارت داك التاتواج شنو قالت لها كاميلا، قالت لها علاش تاتوي ماماك وانا لا، وطلبت منها انها دير تاتواج بسميتها، ولكن ريني ما بغاتش. ولكن منين كريات الشخصيه ديال بريدن غادي تقنع ريني انها تمشي وتاتوي بريدن في لحمها 3 شهور فقط من بعد ما تعرفات عليه. تخيلوا كاميلا قلبات الحياه ديال ريني راسا عن عقب للاستمتاع ديالها الشخصي فقط، هي غير مطلعاها وخرجت للسيده على حياتها. كاينه واحد المده اللي ما طويلاش بزاف فين هاد المهزله هادي غادي تحبس. واحد النهار ماما ريني ما غتقدرش تصبر وغتصيفط لبريدن ميساج، قالت ليه الا كنتي راجل غادي تبعد من بنتي ما حدك في الحبس. وديك الساعه هو غادي يصيفط لريني ميساج غادي يقول لها كنظن بان ماماك عندها الحق وما نقدرش انا دابا نبقى معاك في علاقه وانا في الحبس، ولكن غير نخرج غادي تكوني ديالي. وهي قالت لي اوكي صافي ماشي مشكل غنتسناك تخرج. ريني بحال تنفست مابقاش تلقى في التليفون ديالها، ولات كتخرج، ولات كتمشي مع صحابها، كتمشي تتعشى. المهم رجعت الحياه الطبيعيه. وهنا في الخدمه غادي تلاقى مع واحد الولد سميتو ايان كان كبر منها ب 12 عام، ولكن كان انسان جد محترم، وعائلتها فرحوا بزاف لان من محابسي محكوم بالقتل الواحد اللي محترم، السيد بعقلو عارف راسو شنو كيدير وكل شيء، ففرحوا بزاف هادشي ما قداتهم فرحه. وغير ريني بدات كتفرح شي شويه، بدات كتعلق بداك ايان. كاميلا عاودت اكتيفات بريدن فجاه رجع. وشنو بريدن غادي يدير باش يبعد ايان؟ غادي يولي يصيفط ليه هو ميساجات ديال التهديد، كيقول ليه بغيتي تاخدي الحبيبه ديالي، انا كنت باغي نتزوج بيها وسير بعد منها، وانا راني في الحبس وغادي نتفاهم معاك وهادي. ايان انسان اللي بسيط وعنده حياه بسيطه وما عندوش مع المشاكل، ما عمره في حياته ما كانت عنده علاقه مع الحبس ولا الكوميساريه ولا شي حاجه بحال هكا، فما عجبوش الحال داكشي اللي واقع. قال ريني شوفي، يا اما غتخرجي هاد السيد هذا من حياتك بصفه نهائيه، يا اما انا اللي غنخرج من حياتك. صفقوا لي على ريني، اختارت بريدن وكملات العلاقه ديالها معاه، علاقه اللي غتأدي بها انها تقتل راسها.
من بعد ما مات ريني والديها اكتشفوا هذه العلاقه ديال بريدن مع كاميلا انهم نفس الشخص وكل شيء. البوليس فعلا غادي يمشيو وغيقلبوا دار كاميلا، ما لقاو فيها والو. خداو ليها التليفون ديالها وتا هو ما لقاو فيه والو، واخا التليفون راه نفسه اللي كانت كتستعمل، ولكن مسحات كل شيء. لقاو هاد التصويره هادي ديالها اللي زعما كاميلا مع بريدن، وهي غير مفوتوشوبيها بطبيعه الحال، وهي بقات شاده في هضرتها كتقول لهم راه بريدن راه كاين، راه هذا، فغادي يقرروا فعلا انهم يقلبوا على بريدن وغيلقاوه نفس الوجه ولكن ماشي نفس الشخص. الانسان الحقيقي اللي كاميلا واخده التصويره ديالو سميتو كاميرون لانغ. داروا مع واحد القناه واحد الاستجواب وقال لهم انا ما عاجبنيش كاع الحال هادشي اللي واقع، سميتي وتصويرتي تلينكاو مع هاد القضيه ديال المسخه، بحال انا كنت كنتفلى على البنت، بحال انا دفعتها انها تقتل راسها وانا ما عندي حتى علاقه بهذا الشيء. ما عمري ما شفت كاميلا وما عمري ما شفت ريني. كاميلا كان كيسحب لها مين تخلق هاد الشخصيه هادي ديال بريدن، ريني غادي تقرب ليها وغتولي ديالها وهادي. الحاجه اللي ما كانتش عارفاها هي ان بريدن كره ريني في كاميلا. ريني ما بقاش كاع عندها مع صاحبتها، ما بقاش كيعجبوها التصرفات ديالها، ما بقاش كيعجبها التعامل ديالها، ما حدها كتقرب من بريدن وهي كتبعد من كاميلا. ما بقاش قادره عليك الحرب النفسيه اللي دايره ليها، حيت كانت مرعباها في حياتها، تليفونات كتحكم فيها، باغا دير بالضبط داكشي اللي كتقول ليها. ما غادي ترتاح ريني حتى كاميلا غتقرر انها تمشي لميريكان لمده ديال شهر. وسبحان الله فداك الشهر اللي كاميلا كانت فيه في ميريكان، بريدن كان عنده المحاكمات وما كانش عنده التليفون. كان كيقول لها بان من غيساليو المحاكمات ديالو غادي يخرج، بقات ليه غير شهرين في الحبس، ومن غيخرج غيتزوج بها وهادي وهي مسكينه متيقاه وما طاحتش ليها في بالها كاع دير اللينك ديال ان كاميلا مشات لميريكان بريدن اختفى نفس المده بالضبط. وهاد الشهر هذا اللي دوزات ريني بلا كاميلا وبلا بريدن عاشت فيه واحد الراحه نفسيه، ومن ارتاحت وحست بالامان لان كاميلا ما كايناش غتعاود لماماها بزاف ديال الحاجات. غتقول لها بان كاميلا شحال من مره كتضربها، داكشي كانت كتخاف منها لانها عنيفه، وقالت بانها اخر حاجه وقعات هي اللي خلاتها تاخذ القرار بانها غتخرج كاميلا من حياتها. كانت ريني سايقه وكاميلا راكبه حداها، وكاميلا تعصبات على ريني على شي حاجه وهي تدور ليها الفولون باش انهم يهبطوا من واحد المنحدر. كانت باغا تقتلها وتموت معاها، من ما سقاتش ليها لان ريني فرانات بقات كتجبدها من شعرها وكتضربها بحال هكا في الطوموبيل، سلخاتها. ماماها تصدمات ولكن ريني قالت ليها صافي انا اقتنعت، ما نبقى نخاف منها لا والو، دابا انت عارفه الحقيقه، انا هاد السيده هادي غادي نخرجها من حياتي. قالت لها الصداقه ديالنا سالات. وريني غادي تكتب واحد الرساله للحبيب ديالها بريدن. بطبيعه الحال كتبت ليه حبيبي انا اخيرا اتخذت القرار انني نخرج كاميلا من حياتي، وحاسه براسي مزيان بزاف من اتخذت هذا القرار. قالت لي ما نقدرش نعيش بلا بيك، انت البطل ديالي وانت كل شيء في حياتي. البطل ديالها ما عرف شنو داير هو شاد في الحبس. طبيعه الحال هذا الميساج هذا ما قراش بريدن لان كاميلا كانت في اليو اس، فما كانش عندها تما التليفون، ما قدرتش دير ديك لاكارت اللي ديال بريدن باش تهضر بها مع ريني. فحتى رجعت كاميلا من اليو اس عاد غادي تكتشف بان ريني باغا تحيدها من حياتها، وهنا غادي دير ما في جهدها باش تستعد السيطره ديالها عليها. بغات تحيد بريدن باش ترجع هي عاوتاني في بلاصتو. وهنا فين غادي نرجعوا لنهار 13 اوت، فين بريدن غادي يصيفط ميساج لريني قال ليها انا قررت نتفارق معاك. هذا القرار ديالو كان وحشي لان هي كانت كتسنى انه يخرج باش يتزوج بها ويديروا عائله وهادي، فما قدرش تحمل هذا القرار اللي اتاخذ بلا ما يشرح ليها والو. من بعد هذا الميساج هذا هي جاوبات وعاوتاني هو جاوب. في التوتال كان 91 ميساج ما بيناتهم. هاد ال 91 ميساج غير كاميلا وريني اللي عارفين شنو كان فيهم، حنا ما عارفينش. ولكن الحاجه اللي عارفينها هي ان دوك الميساجات هما اللي دفعوا ريني انها تقتل راسها. وكاميلا كانت عارفه بان ريني غدير داك الشيء لانها صيفطت ميساج لماماها وقالت ليها سيري حدا بنتك راه باغا تقتل راسها. يعني هي كانت عارفه الخطر اللي كاين وخا كملات في الخطه ديالها. كاميلا كانت تقدر تعتق ريني، كانت تقدر تقول ليها كل شيء او على الاقل تقولها لماماها غير باش تعتقها من انها تقتل راسها، ولكن ما دارت والو وبقات مكمله في الكذوب ديالها تمور ما مات ريني. بدات كتكتب على ماما ريني وكتقول ليها بان بنتها كانت عنيفه، بانها مره كانت كتبقى تستعمل يديها وكتضرب، بغات تقلب عليها داك الشيء كامل اللي كدير هي، ولكن ما فخبرهاش بان ريني ديجا عاودت لماماها كل شيء. هاد الكيس هادي ديال ريني ما غاديش تسد، ولكن غتبقى كولد لمده ديال 7 سنين، يعني ما فيها حتى شي جديد. ما داروا مع كاميلا حتى شي حاجه. العائله ديال ريني ما غيسمحوش في حق بنتهم، بقاو متابعين داكشي، متابعينه كيضغطوا مزيان على البوليس. فاخيرا غيجيبوا كاميلا باش يديروا معاها استنطاق. قبلت انها تعطي الشهاده ديالها في المقابل ديال انهم يعطيوها حصانه، لان كون ما بغاش تهضر معاهم تقدر ترفض حيت ما كاين حتى شي دليل ضدها. يعني دابا بما ان عندها الحصانه فتقدر تقول اي حاجه ما غاديش تدخل الحبس. ومره اخرى الحياه عطاتها فرصه انها تعاود كل شيء الوالدين ريني على الاقل يرتاحوا. اكثر ان راه دازت 7 سنين، يعني راه غتكون كبرات وكان عندها الوقت باش انها تفكر انها تندم، ولكن والو. في المحكمه غتقرر تجبد كذبه اخرى اللي ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء كامل. قالت لهم بان بريدن كان مؤامره اللي اتفقت عليها كاميلا وريني باش
يغطيو العلاقه الغراميه اللي كانت بيناتهم، يعني ما بين كاميلا وريني، لان حقا ما حقا المجتمع ما غيتقبلناش وعائلتنا ما يتقبلوناش. العائله ما نقدرش نوصف لكم شحال استعروا من يسمعوا هذا الشيء، لانهم هما متفتحين جدا وما كانش عندهم مشكل بنتهم دير اللي بغات، وما تا المحابسه راه قبلوه، مبقى غير بنت. راكم عارفين هما كيفاش دايرين، كيقول لك انا ولدي كيف ما كان غادي نتقبلوا. زائد ان عائلتها عارفين بان كاميلا كتكذب، حيت في دوك الميساجات اللي كانوا لقاو ما بين ريني وبريدن، هو واحد النهار كان قال لها عرفتي شنو، باش ان كاميلا ما تبقاش غضبانه وديما كتعصب وديما كدور فيك وشي مرات كضرب وداك الشيء، مارسي معاها الجنس. ريني قالت ليه نو، ما يمكنش، امبوسي، مستحيل مستحيل ندير شي حاجه بحال هكا، انا اصلا ما كيعجبونيش البنات وهذيك صاحبتي زعما صديقتي وهذا وهذا. وقالت ليه بان هذا الشيء ما عمره ما غادي يوقع بينها وبين كاميلا. ولكن رغم هذا الشيء كامل في الاخير ما كايناش جريمه، ما كاينينش دلائل. النظام القضائي اللي دايرين هو هذا، الا ما كانش شي واحد نصب عليك ودالك الفلوس فالاذى والضرر النفسي ما كيتحسبش. تخيلوا ان العائله ديال ريني باقين كيتلاقاوها، شي مرات كيتلاقاوها في السوبر مارشي، شي مرات كيتلاقاوها في الطريق، لانها باقا ساكنه حداهم، تزوجات وولدات وليداتها، عايشه حياه زوينه بحال حتى شي حاجه من هذا الشيء ما وقعات، بحال ما تثبتش في ان بنت في العشرينات ديالها مسكينه ماتت. والحاجه اللي كتضر اكثر في الخاطر هي ان ريني قتلت راسها على ود الحبيب ديالها، لانه سمح فيها على ود انسان اللي اصلا ما كاينش. ماتت وهي ما عارفاش بان راه هذا الشيء كامل غير كاتفيش، هذا الشيء كامل غير لعبه كنديرها لها صاحبتها. كيف ما قلت لكم البوليس ما قدروش يشدوها لان ما كاينش دليل على ان هي قالت لريني سيري تلاحي من دكاب او قتلي راسك. باش تقدر تتابع شي واحد قانونيا في هذه الحاله هذه خاص تكون شي حاجه، شي عباره صريحه مكتوبه زعما سير تلاح ولا علاش ما تقتلش راسك ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتوا؟ هذه كتسمى جريمه لانك تحت انسان على انه يقتل راسه. ولكن مع كاميلا ما كاين حتى شي دليل كاع، فريني ماتت وكاميلا كملت حياه طبيعيه. هاد الكيس هذه كنت باغا نديرها باش ان تعرفوا الخطر اللي يقدر يوصل لكم انترنت، الخطر اللي تقدروا تكونوا فيه وانتم كتهضروا مع شي واحد ما كتعرفوش، راه انسان كتشوفوا بعينيك وما كتقدرش تثق فيه، ما بقى غير واحد ما كتشوفوش. حداو راسكم انكم نتوما تكونوا كتعيشوا شي كاتفيش، يكون كيهضر معكم شي واحد وماشي هو في الحقيقه. وإلا فايت لكم عشتوا شي قصه ديال الكاتفيش عاودوا لي، انا فايته عشتها، ما يمكنش الصدمه اللي كنت صدمت فاش شفت داك الانسان في الحياه الحقيقيه، راه بغيت نسخف. الا بغيت نعاودها لكم والله تنعاودها لكم في الفيديو الجاي، ولكن راه لا يمكن. الا نتوما فايت عشتوا شي قصه ديال الكاتفيش عاودوها لينا في التعاليق باش تبقى عبره للناس كاملين. والقصه ديال ريني عبره كبيره كبيره للبنات باش ما يبقاوش يثيقوا. انا عارفه بان في المغرب عندنا هذا المشكل، البنات ما كتقدرش تهضر معاه، يبقى يصيفط لك غير التصاور كيجيبهم من الانترنت، راه فيديو شتي تشوف انسان فيديو وما تقدرش تثيق معاه. هادشي دابا اللي ولا ديال الذكاء الاصطناعي وداك الشيء، اي حاجه تقدر تفبرك من غير الحاجه اللي كتشوفها بعينيك في الحياه الحقيقيه. هادشي اللي كاين بزاف بزين ديالي، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، كنتمنى نكون ونستكم شي شويه. كاينه فيديو اخر قريبا جدا لانني ديجا صورت حتى هي، والفيديو الجاي غادي تكون طويله من داكشي اللي كيعجبكم، فوجدوا راسكم. كنصيفط لكم بوسات كبارين بزاف بزين ديالي، كنبغيكم بزاف، شكرا لكم على الحب ديالكم، باي باي.